ومين فينا مش بيحب التسالي ومش بيحب القزقزة؟ بس اقول لكم على حاجه، قزقزه وتسالي عن تسالي بتفرق. يعني مثلا النهارده هنعمل مع بعض الجندوفلي او المحار. عايزه اقول لكم كله فوائد اوميجا بقى 3، وبصوا يعني فوائد لا حصر لها. مش عايزه بقى اقعد اقول لكم فوائدها، بس اعملوا سيرش على جوجل عن فوائد المحار او الجندوفلي هيطلع لكم فوائد لا حصر لها. تعالوا نعمل مع بعض الجندوفلي ونقزقز كده مع بعض. هنجيب الجندوفلي وهننقعه في ميه لمده ساعتين 3 علشان يبدأ ان هو يفتح معاكي. هنكون محضرين طبق فيه طماطم وبصل وفلفل وتوم. زي ما انتم شايفين كده انا هنقع دلوقتي الجندوفلي اهو، والطبق طبعا مقطعين فيه الخضار. هنجيب الحله بتاعتنا وهنبدا ان احنا نحط فيها معلقتين من الزيت، وهننزل بالثوم والبصل والطماطم والفلفل ونشوح فيهم لحد ما يبدا ان هم يتبلوا معانا. هنبدا ان احنا نحط عليهم ملح وكمون ونشوح برضك مع بعض. بعد كده هننزل بالجندوفلي وهنبدا ان احنا برضك نقلب مع بعض كل ده واحنا بنقلب. 5 دقايق بالظبط وهتلاقيه بدأ يفتح معاكي وشكله قمر وطعمه في منتهى اللذاذة. هنزود بس كده ليمونة هنعصرها على الجندوفلي وهو بيستوي لسه معانا، وهنحط القشر بتاع الليمونة برضو في الحلة. وممكن نزود نص كوباية من المية لو انتوا حابين تشربوا شوربة. لو مش حابين فهو كده كده اوريدي الطماطم والخضار عموما والجندوفلي هينزلوا المية بتاعتهم. بصوا بدأ يفتح ازاي، هوريكم بقى. شايفين؟ بصوا بصوا بصوا، شايفين؟ اللهم صل على النبي. حاجه كده تحفه. لازم تجربوا بجد الطريقه دي. بالظبط 10 دقايق وبنلاقيه استوى معاكي. يعني الاجمالي كله 10 دقايق وبتلاقي الطبق الجندوفلي مستوي معاكي. وتقدري بقى تقدميه في طبق كده حلو مع شويه ليمون وتعصري بقى كده تحفه. لازم بقى تجربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسيش طبعا اللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعايه الله. مع الف سلامه.